معقول القفل ما له داعي؟ كل شيء كنا نقفل عليه على الفاضي؟ فلهيك اليوم رح نكتشف هالشي ونجرب قفول مختلفة من الأرخص للأغلى. بس ليش؟ يا حياتي مع تلت هم وقفوا السكيت بورد وروح، لحتى اليوتيوب اقترح فيديو كيف بقدر فك أي قفل. شفتوا؟ بعد ريسيرش طويل وكيف فعلا القفل بنقدر نفتحه اكتشفت انه الأغلبية متشابهين. طيب بس ليش في أسعار رخيصة وغالية؟ لهذا السبب أنا عملت هذا الفيديو، والأغرب إنك مهتم. خلينا نرجع على الفيديو. أول شي رح نجربه قفل $10، مع إنه في كتير ريفيوز منيحة لهذا القفل بس بضل الأرخص بالقائمة. لنصعب العملية قفلت على اللابتوب بجنزير حديد ومن المستحيل ينفك إلا من خلال فتح القفل. الحل الوحيد يلي بيخلوني افتح هاد، بس أنا رح أكسرهم وهيك كون كسرتهم. لحتى نفك هاد ونفهم شو عم بيصير لازم نقرأ هذا الكتاب، أو لإلكن ما رح تفهموا منه شيء، أنا رح أشرح لكم كيف نفك القفل. هاد شنغن، وداخل القفل في 5 نوابض، لازم نلاقي النابض الصح ونرفعه لفوق، وبالإيد الثانية لازم نضل عم نضغط بنفس الوقت لحتى يفتح القفل. بلش نحطهم هيك، أوكي. أوكي. هدول النوابض عم حس فيهم، معناها أنا بالمكان الصح، بس بدي شوية تدريب. ما توقعت ياخذ هالقد وقت. بسمع هون. صرت اسمع وحس كل شيء بداخل القفل، بس لازم اكبس النابض الصح. اوكي لا طلعت شوي متعبة الشغلة، ما كنت عرفت يعني. ويت خلاص عرفت كيف عرفت. صرت ايزي. ويت اوكي. لا طلع فعلا ما له داعي. متحمسة اشوف البقية. ايدي بس الحمد لله رجع لي اللابتوب. القفل بقيمة $50 واللي بتستخدمه الشرطة. الكلبشات بدنا نحطهم طريقة اني انا اكون عندي 0% اقدر اهرب 0%. بعديها هيك، ولا هيك فيني اطلع ولا هيك فيني اطلع. والفكرة انه انا هون بجيبتي معي المهرب الوحيد هو هدول المفاتيح، وانا شو رح سوي؟ كب بيضة. بس عندي شيء اللي حيخليه يفتح المفاتيح اللي هو هي الشكلة. خلوني اشرح لكم كيف الكلبشات بتشتغل. المغناطيس الاحمر بيمنع الحركة وبيكون مقفول بسبب الحدايد يلي فوق، بس لما بنضغط من خلال المفتاح لفوق بيفتح القفل. مشكلة انا ماني مرتاحة لانه انا يمينية، عم حاول اعملها باليسار، شوي صعبة. بالبداية كنت عم واجه صعوبة باني ادخل الشكلة داخل القفل، اكتشفت انه الموضوع مو سهل مثل ما توقعت. اوكي هون عم حس بشي بس ما عم ينشد معي ابدا. في اوكي شو وقفت وفطست وعرقت وتعبت. طبعا غير الشوب وشعري عم يضايقني ووقفتي الغريبة، ايدي بلشت توجعني. ايدي وجعوني تعرف؟ ما عم بقدر. المشكلة اني انا عم بوصلها، انا عم وصلها وايدي عم توجعني او عم بتعب. عم حس بالمغناطيس جوا بس لازم شد زيادة، وفجأة حسيت بحركة داخل القفل. لازم احاول ادخل اوكي في صوت تكة، سمعته؟ بس اسمع صوت التكة معناتها الموضوع صح، عم بشتغل صح. كارولين ركزي لو سمحتي ركزي. يلا ايوه سمعت شيء. اوكي اعتقد وصلت يس. انا ما عاد اتلهم صراحه، انا ما عاد اتلهم. اذا اخذوني على الشرطه انا ما عاد اتلهم. شوفوا كيف ايدي احمرت هلا، بس لازم فك هي. شو تعبت. اذا هي قادرين نطلع منها. خلينا نشوف القفل اللي بعده. قفل بقيمة $150 بيستخدموه لقفل المفاتيح البيوت وخاصة Airbnb. هي الشركة لتأجير البيوت، وإذا قدرت افتح القفل أكيد رح تلاقوني بأفخم فيلا قريبة. عم بمزح. مفتاح السيارة رح احطه هون ونقفل عليه واختار كلمة سر عشوائية. هذه هي كلمة السر، وبعدين ارجع لخبط الأرقام وافتحها وتكون مقفولة. لنفتح هذا القفل بدنا هاي الورقة. خلوني اشرح لكم. هذا القفل شكله من الداخل، الفراغ الموجود هو الرقم الصح. لما نفتل الأربع أرقام بشكل صحيح رح يفتح القفل. بس كيف الورقة رح تفتح القفل؟ اوكي، رح نضغط بالورقة للأسفل ومنغير الأرقام بنفس الوقت، ولما نوصل للفراغ الورقة تلقائيا رح تنزل لتحت، وهيك رح نعرف الرقم الصحيح. فحطيت قطعة ورقة داخل الرقم الأول وصرت أبرم الأرقام. ما حسيت شي بالبداية، بس بعدين حسيت فيها فكرة. يا شوي حسيت فيها والله،
حسيت فيها، عن جد حسيت فيها. 3 هون، 3. هي ما كتير رح تبين عليكم، بس أنا 100% حسيت فيها وكفيت بالأرقام البقية. 4. تاني وحدة 4. من عند الصفر بنبلش. 1. لا 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 مو 1، لا 2. اوكي لا هيدا الرقم. شو هيدا؟ 4 كمان. 4. لا 4 100% 4. صار عنا 3 4 4 وباقي آخر رقم. مش كتير كنت متأكدة من النتيجة وما متوقعة إنها تزبط. شاكة برقم 6 بس مش ماني متأكدة صراحة. ايه شاكة برقم 6. طيب 3 4 4 6. هذا الرقم لازم ينقلب ونحط الفراغ بالأسفل ليفتح القفل. بعد حسابات ومعادلة طويلة اكتشفت إنه اللي 3 مقابلة 8. بنحط 8. وليه 4 مقابلة 9. اوكي 9 كمان. 4 نفس الشي 9. بعدين 6 مقابلة 1. جاهز انه ما تفتح؟ متوترة. اوكي يلا 1 2 3. لا 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 ما طبيعي. لا لا لا. واو بس حصلت على السيارة. لا ما عم بصدق. قفل بقيمة $350. رح نكتشفه وننتقل للقفل الأغلى. المنتج الرابع $350. اوكي هذا المنتج خارق صراحة، انا كثير حبيته لانه بيجي بعلبة محترمة، كتالوج تاني، والقفل هاد على البصمة كتير حلو. في بقلبه شاحن، وغير هيك له ابلكيشن خاص. هذا الابلكيشن اللي له فيني اعمل ريكورد، فيني اضيف بصمات. كثير حبيته لهذا القفل، بس الفكرة وين؟ ما في أرقام وما في مكان للمفتاح، فكيف رح نفتحه؟ بهدول. شفت كتير فيديوهات لنفس الطريقة، بس كنت لازم أتأكد بنفسي. اوه واو، شوفوا كيف انكسر بسهولة. بعد ما تأكدت من الطريقة محيت البصمة لحتى ما أقدر أفتحه أبداً غير هيك. هذا هون. اوكي لا هذا في مسافة، بدنا واحد أقوى، بجوز بدنا 2 فوق بعض. وهذا هيك. اوكي هذا هيك، وبهي الطريقة. وليه كنت متوقعة يفتح القفل بسهولة مثل هاد، بس الصراحة طلع أضرب منه. اوه لا بين في حركة جوا، اسمعوا، بس مش عارفة إذا انكسر كليا ولا لا. ويت لا معقولي هذا يطلع الفاضي؟ يا ليكوا شوفوا من هون. لا بتوجع صراحة. اوه ماي جاد، $350 على الزبالة والله. القفل المنتظر بقيمة $1500. رح نستخدم المفرقعات. أنا مش متأكدة إنه ممكن تنفتح صراحة، بس اليوم جايين لنجرب ونشوف. بنعملها بوحدة بالأول. شغلنا أول وحدة وركدت أسرع ما عندي. أوه خلينا نشوف شو صار. لا ولا قربنا. إذا بنحط كذا وحدة تفتحها. النتيجة ما عجبتني أبداً، فقررنا نشغل 3 مع بعض. يعني هات لنشوف. لا لسه بدنا نزيد. ما في داعي أحكي لكم، شوفوا قديش حطينا. أوه خلينا نشوف. ما قصر. بعد هالنتيجة السيئة قررت أحط علبة كاملة. احنا بعد مسافة كثير طويلة كرمال ما يصير معنا شيء، ومحمد هو اللي حيصير معه ان شاء الله. يلا ريدي 3 2 1 جو. اوه ويت شو صار؟ فقعوا كلهم؟ يو مثل النار ساخن. يا اي والله مثل النار. ليكوا هون كيف هذا انضرب على الأخير، شايفين؟ ما بعرف إذا الحرامي ممكن يعمل هيك شيء، بس إذا أنت ممكن تعملها خبرني بالتعليقات.